انا عمري ما كنت باقدم كونتنت عشان ابيع. دايما حياتي كلها كانت معتمده، حتى من ايام الفتنس كانت معتمده ان انا بقدم الكونتنت اللي بقدمه علشان عايز ان انا افيد اللي قدامي، عايز اعلمه او عايز اعرفه اللي انا عارفه. ليه؟ عشان انا دايما او اغلب يعني الحاجات اللي اشتغلت فيها، او يمكن 90% من الشغلانات اللي اشتغلتها اللي كان موجود فيها ما كانش بيحاول ان هو يعلمني. يعني لو انا فاكر صح، طبعا الرياضة ما كانش فيه ترينرز ساعتها في 2007 و2006، فما كانش فيه حد بيعلم غير لو انت بقى تدفع لحد، وكان برضه يعني العلم قليل، وما كانش فيه سوشيال ميديا، ما كانش فيه ديجيتال وورلد، ما كانش فيه جوجل، ما كانش كان فيه طبعا، بس قصدي ما كانش فيه كل الحاجات اللي موجودة دلوقتي انها تقدر تخليني اوصل واتعلم. يعني دي حاجة. تاني حاجة في نفس الفكرة بتاعة الماركتنج او الادفرتايزنج او ما شبه ذلك، يعني الديجيتال وورلد ان جنرال، حد طبعا ساعدني وحد حاول ان هو يعلمني لفتره محدده، وبعد كده كل حاجه بتقف. يعني كل حاجه تبقى ترايل بيريد لفتره معينه، طول ما في مصلحه ما بينك وما بين اللي قدامك تبقى حلوه الدنيا والدنيا تبقى لذيذه. لكن وانس ان المصلحه دي انتهت خلاص الموضوع خلص، مش هساعدك، مش هديلك السبورت اللي انت بتحتاجه. فانا مينلي الكونتنت اللي بقدمه بيكون كونتنت هدفه ان انا اساعد اللي قدامي، او ان انا اوصله لحاجه كويسه. ان انا دايما بحب افيد، انا بحب افيد، انا ما اعرفش انا ليه كده يا جماعه، انا اعتبروني ساذج، لا انا بحب ان انا افيد اللي قدامي. حتى يعني لو اللي قدامي انا مفيش ما بينه وما بينه مصلحه، الا لو عرفت ان هو بيبقى بيضرني او مش شبه ذلك، يعني بحطه على جنب، وهو دي قصه تانية. فلو انا هلخص اللي انا شفته في الفتره اللي فاتت دي، فانا هقوله في حرفين فقط لا غير يا جماعه: هي AI. الاي اي مش هو المستقبل. الاي اي ممكن يكون جزء كبير من المستقبل، ممكن يكون فترة حلوة، ممكن يكون تول رهيبة جدا، ممكن يكون كلود يقدر ان هو يكرييت ويمسك اللابتوب بتاعك او الموبايل بتاعك ويشتغل بدالك، which is برافو، تحفة، حاجة حلوة جدا. ممكن يكون شات جي بي تي بيعمل اقوى ريسيرش ممكن تشوفه، ممكن يكون جيميناي بيعمل احلى صور، ممكن يكون فلو بيعمل احلى فيديوز، ممكن يكون سي دانس بيطلع احسن انيميشنز واحسن فيديوهات اولموست رياليستيك، او يمكن رياليستيك كمان مش اولموست. فممكن كل ده يكون حاجات من الحاجات اللي فعلا موجوده، اللي انت تقدر تبقى مبدع بيها اكتر. لكن اللي انا شايفه بشكل كبير قوي ان الكرييترز، ديجيتال كرييترز، كونتنت كرييترز، كرييتيف دايركتورز، استراتيجيستس، كونسلتنتس، في فيلدز كتيره، منهم الريل استيت، منها الاف ام بي، منها الهوسبيتاليتي، منها الهيلث اند فيتنس، منها فيلدز كتيره. والله انا شفت في الفتره اللي فاتت دي كونتنت كريتور، سي اي اوز وما شبه ذلك. يعني انا بتكلم معاكم من تايتل ككونتنت كريتور لتايتل السي اي او، اللي هم تقريبا الاثنين ما بيقابلوش بعض بشكل او باخر، لان ما بين الكونتنت كريتور والسي اي او في قصه كبيره جدا، ما بين هيراركي طويله عشان يوصلوا. لكن بلاقي الاثنين يا جماعه دلوقتي بيتكلموا بنفس المنطلق. الكونتنت كريتور بيقول لك انا هستخدم كلود ان هو يعمل 1 2 3، وجيميناي يعمل 1 2 3. يا معلم برافو عليك، شاطر. السي او يقول لك انا ما بقتش محتاج ان انا اجيب مثلا سي سي او، هيد اوف سيلز، واقدر ان انا ابوش انا مع نفسي، ما انا بعملها من زمان وهو الاي اي موجود، فانا اقدر ان انا ازق بيه. يا جماعه صح، انتوا صح، انتوا صح 100%، انتوا صح. لو انت نسيت اصلك ونسيت الماضي اللي كان بيقول لك زمان صاحب بالين كذاب وصاحب ثلاثة منافق، فعلى حوار صاحب بالين كذاب ده احنا ممكن نكون يعني احنا اللي كذابين. احنا فاكرين ان صاحب بالين معناها ان انت تكون شغال في حاجتين فانت كذاب. اكشلي لا، لان انت في الشغل بتاعك نفسه هتقول لي اه ما انا جوه الشغل نفسه متفرع منه ان انا شغال في حاجتين، يد في الاول وفي الاخر هما حاجتين. الفكره كلها ان الحاجتين دول ما يكونوش منفصلين انفصال تام عن بعض. يعني ممكن يكون كونتنت كريتور وفي نفس الوقت شغال مثلا في الاستراتيجي، ممكن يكون شغال في الاستراتيجي وشغال في ميديا برودكشن، ممكن اكون بعمل ريسيرش وبعمل كونتنت، ممكن اكون بعمل حاجتين بس الحاجتين دول جنب بعض في حته قريبه من بعض. طيب ساعتها انا مبقاش كداب. فلو انت سي او النهارده، فانت ليك ادوار كتيره وعباءات كتيره جدا حضرتك بتلبسها، منها تطوير الشغل، منها تطوير الشركه، منها الانفستمنت بتاعتها، منها اداره الشركه، منها اداره المنشات، منها حاجات كتيره جدا. لو حضرتك قررت تتدخل في كل تفصيله يعني هتضيع وهتضيعنا معاك. والناحيه التانيه الكونتنت كريتور او ماركتنج مانجر او ما شابه ذلك، اللي يقول لك انا هبتدي ادخل الاي اي في كل الشغل اللي انا بعمله عشان ينجزني ويخليني ابقى اقدر ابقى برودكتيف اكتر. كمان اي جارانتي وادي لك ماكسيمم سنتين، بعد السنتين دول انت هتصدي ومش هيبقى ليك لازمه. ساعتها انت هتبقى معتمد اعتماد كلي عليه. يعني انت من الاخر فيشه لو شدتها من الحيطه انت النت قطع عنك، بقيت زيك زي اللابتوب اللي انت قاعد عليه مالكش لازمه. ف AI is very very good and it's very productive، وتقدر يعني كتول تقدر ان انت تكريت شويه حاجات من ال AI
بشكل مرعب، بشكل حلو جدا جدا جدا. يعني you can generate a lot of stuff تكريت بيها حاجات انت مش متخيل ان هي ممكن تتعمل which is very true. لكن لو انا النهارده هلمت نفسي واحط نفسي في الحته بتاعت ان انا هخلي كلود يشتغل 1 2 3، خلي نانو بنانا يعمل 1 2 3، خلي سي دانس يعمل 1 2 3، خلي تشات جي بي تي يعمل 1 2 3 and so on، حضرتك بتعمل ايه؟ يعني انا لو قعدت معاك النهارده وقعدت دردش معاك كده في توك، قلنا تعالى وانت نقعد مع بعض ندردش مع بعض، هتعمل ايه؟ انا واحد مؤمن دايما ان العربيات المانيوال هي اللي تكسب. انا مؤمن ان انا اركن عربيتي بنفسي، اسوق مانيوال، جير بوكس مانيوال، انا اللي اقول النقله دي تتحط امتى. لكن لو انا شغلتها اي اي، بقت دريفن باي اي اي، بتاعتها هي هتختار، هي هتشوف الانسب بالنسبه لها فين متعتك انت. فلو انا وانت قعدنا مع بعض النهارده دردشنا شويتين ثلاثه، ايه المعلومات اللي عندك اللي انت ممكن تضيفها لي؟ هتكلمني عن الاي اي وهتكلمني عن الذكاء الاصطناعي. باشا، عايز ذكائك انت، عايزك تكلمني انت، عايز اكلم الروح اللي قدامي. This is how business is done. This is how marketing is. Marketing هو اللانجوج بتاعت النيد. If you're not fluent في language النيد، يبقى you're not even a marketeer. نشوفكم في الفيديو اللي جاي.